ورجعنا تاني عشان نفتح الباب ونكمل حكاية من حكايتنا، حكاية ورا كل باب. طلعت لقيت نفسي أصغر إخواتي وأجمل إخواتي. إحنا 3 بنات، واحدة أكبر مني ب5 سنين وواحدة أكبر مني ب11 سنة. من صغري هما كانوا محسسيني بجمالي من وأنا طفلة صغيرة. إحنا أسرة فقيرة مش متوسطة الحال، ملناش غير أبونا وأمنا وباقي العيلة من بعيد لبعيد. عشنا في وسطيهم راضيين والحمد لله. وبدأت وأنا عندي سن 12-13 سنة كده تتجوز أختي الكبيرة وتبعد، وبعديها ب2 كده الوسطانية اللي هي فوق مني وتبعد. أختي اللي فوق مني على طول كانت قريبة ليا أكتر من الكبيرة. الكبيرة كانت جامدة شوية وفرق السن اللي بينا كبير، لكن ما كانتش بتعتضني زي بنتها، زي ما بيقولوا الأخت الكبيرة لأختها الصغيرة لا، دي كانت بعد نفسها، ما كنتش مهتمية بها، ما كنتش محتاجة حنانها. الأب والأم معوضيني قوي ومدلعيني قوي، وكنت في التعليم المتوسط. وصلت 16 سنة وداخلة على 17، وجه عريس. كان بيجيلي عرسان من وقت للتاني، لكن الكل حس ان العريس ده أملة وما يتفوتش، وهو ده اللي هيعوضني سنين الفقر، اللي هلاقي عنده عند أهله الحرمان اللي ما لقيتهوش عند أهلي، الحاجات اللي اتحرمت منها. وأقنعوني بكده، وأنا كنت ميالة إن ألبس الفستان وأقعد في الكوشة وأبقى عروسة. وسبت التعليم، كنت في 3 ثانوي، تعليم متوسط، واتجوزت في بيت عيلة، بس كل واحد ليه شقته. أخوه اللي أكبر منه متجوز ومعها 4 أطفال، ولدين وبنتين. وجوزي ده كان أكبر مني ب7 سنين، يعني عنده 24 سنة. عدت السنة الأولى وأنا في قمة السعادة من معاملة الكل كويسة لي. حماتي كان مجيلها ضيوف تنده عليا وتقول لهم هوريكوا الجمال اللي على حق، هوريكوا الجمال اللي على أصوله. شوفوا الجمال ده، شوفوا القمر دي، ادي جبناها عشان نحسن بيها النسل في العيلة. والكل يضحك وتقول لي وانت داخلة ابقي اقرأ آية الكرسي في سرك يا المعوذتين عشان الناس ما يحسدوش جمالك. وجوزي كان فرحان بيا قوي، وكنت حاسة برضه بيتباهى بيا ولو حتى مع نفسه. سلفتي علاقتها بيا طيبة قوي، هي أكبر مني زي أختي الكبيرة بحوالي 10-11 سنة، ويمكن كانت بتعاملني أحسن من أختي الكبيرة. لكن من كتر كلام حماتي قصادها عن جمالي وإن أنا اللي هحسن النسل في العيلة، الغيرة بدأت تدب في قلبها وغصب عنها، وبدأت تتجنبني وتبعد عني. حتى لو عيالها قربوا مني وجيت ألاعب حد فيهم كانت تبصله البصة وكأنها محفظان عنها، فيبعد عني على طول. وبدأت تتجنبني، صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، لا بتأذيني ولا بأذيها، ولا لينا علاقة ببعض زي الإخوات والسلايف والأصحاب ولا أي حاجة من دي، ولا حتى الجيران. عدت السنة الأولى من غير حمل، وكل كان بيسأل من وقت للتاني بدلال ودلع، ها لسه ما فيش حاجة؟ وبعدين يسألوا السؤال وجاوبهم، ما انتي لسه صغيرة شوية كده إن شاء الله وربنا يرضيكم. والجملة بدأ يتغير معناها من سنة لسنة، من وقت لوقت، لحد ما بقت تتسئل بطريقة مستفزة أو طريقة مهينة. هو انت مش هتلحلحي بقى؟ مش هتتحركي بقى؟ خاصة ان زوجي اخوه اللي اصغر منه اتجوز بعدينا وخلف ولد وبنت، وانا جوازي داخل على 7 سنين. ايه ده؟ السنين دي جريت امتى وحصلت ازاي؟ هوا صواريخ. من وقت للتاني اروح عند امي اترمي في حضنها وعيط على ميل بختي. تقول لي يا بنتي بختك مش مايل، ده انت احسن عيشه عن اخواتك. روحي شوف اخواتك اللي معاهم العيال ساعات ما بيلاقوش ياكلوهم ولا يلبسوهم ولا يا امي الفلوس هتعمل ايه؟ وانا بسمع كلام زي السم. وفي الفتره دي رحنا لاكتر من دكتور، ومحدش فيهم اجزم ان ولا عيب مني ولا عيب من زوجي، لا هو لسه ربنا ما أردش. بعد ما كانوا في الأول كل أهل زوجي مقتنعين بالكلمتين دول،
بدأوا ينفروا منهم وبدأوا يطالبوه انه يبقى اب بالعافية. لا، بالجواز. طب ما هو متجوز، يتجوز تاني، الشرع حلل كده. ومشي ورا كلامه وراحوا خطبوا له وتجاهلوا مشاعره، وجت لي حالة نفسية وحالة اكتئاب، وبدأت تقلب بتشنكات وحاجات شبه الصرع. وقالوا ان انا اروح اقعد عند والدتي ووالدي شوية على ما اروق. وجيت عند والدي ووالدتي، وبدأ ما ييجوا يزوروني طلقوني، بعتولي ورقة الطلاق، طلقني وقال كل اللي انت عايزاه تعالى خديه. وقعدت مع امي وابويا بعد ما انا خارجة من عندهم وانا عندي 17 سنة، رجع لهم وانا عندي 24 سنة. قعدت معاهم سنتين حابسة نفسي، لا بروح ولا باجي، حالهم على قدهم، والمعاش مكفي بالعافية، وبدل ما هو على 2 بقى على 3. حالتي النفسية بدأت تزداد سوء. اختي اللي فوق مني بس هي اللي كانت من وقت التاني تطبطب عليا وتاخدني في حضنها وتاخدني عندها يوم ويومين اغير جو. لكن الكبيرة زي ما قلت لكم جافية شوية. ومرة واحدة كأن القدر كان بيقول لي والله لا اديكي ألم كمان. يا عم كفاية ألم. لا، ألم كمان كان أشد ألم. الأب والأم مرة واحدة ورا بعض في هوجة كورونا راحوا فيها في 3 شهور ورا بعض. وبقيت لوحدي، قاعدة في البيت لوحدي، بتحسر على بختي وقلبي بيتقطع على فراق أمي وأبوي اللي ما شفتش أحن منهم علي. وبدأت حالتي النفسية تزداد سوء، واختي بدأت توديني لدكتور نفسي عفوا، وأجزم إني لازم أخرج ولازم أشوف الدنيا وأتعامل مع الناس. في الوقت ده هي كانت بدأت تاخد أجازة من شغلها، تشتغل عند دكتور كبير عنده عيادة كبيرة شبه المركز، فتحها هو وزوجته دكتورة، وكانت هتاخد أجازة عشان عندها حالة وضع. فرشحتني إن أمسك مكانها، والدكتور وافق. الدكتور ده زي ما كان عنده طقم تمريض كان عنده طقم إداريين، مدير مكتب، سكرتارية، وهكذا، محاسبين. المهم اندمجت في الشغل وتعودت عليه على طول. بسرعة كسبت ثقة الدكتور والدكتورة، بقى تقريبا كده ما عندهمش أهم مني في المركز. وفجأة جاني تليفون على التليفون الأرضي بتاع المركز، ورديت. واحدة قالت لي أنا زوجة المحاسب اللي عندكم فلان وفلان. أهلا وسهلا، أنا بحذرك مالكيش دعوة، أنا أصلا ماليش دعوة بيه، وأنا بقول لك تاني مالكي يا ستي ماليش دعوة بيه. لو بتفكري تاخديه أنا هأذيكي قبل ما أذيه. وقفلت السكة ودخلت عليه جري، قلت له 1 2 3 زوجتك قالت. قال لي أنا آسف وبعتذر، هي إنسانة مريضة نفسيا، أنا بس قاعد بحكي معاها عنك وعن كل اللي في العيادة، فهي عندها إحساس بالغير على طول، وسألتني عليك. وقلت لها جميلة جدا كمان. فالظاهر الكلمة جننتها وقرر اعتذاره، وقبلت الاعتذار وشبه نسيت الموضوع. وبعدها بفترة بسيطة لقيته بيعزم المركز كله على عقيقة أخوه عنده بيت العيلة، وكل راح وأنا من ضمنهم. وهناك شفت مراته وشافتني وسابت العقيقة ومشيت، وما عرفش ايه الأسباب. ووالده ووالدته واخواته تعاملوا معايا كويس جدا أكتر من الباقيين. بعدها بيومين 3 والده جالي العيادة وقعد معايا وقال لي أنا جاي أطلب إيدك لابنك. إزاي يا عمي؟ أيوة أنا بقولك كده، ده متجوز ومعاه بنت، مش مشكلة، لكن هو عايزك، وانتي إنسانة محترمة وبنت حلال، وزوجته مش مريحة. لا، فكرت في الموضوع وعرضت على الدكتورة صاحبة العيادة، قالت لي بلاش، ابعدي. قلت لها حاضر. لكن اتفاجئت بيهم سألوا على البيت وجولي والده ووالدته واخته وهو، وفضلوا يتكلموا معايا لحد ما دماغي مالت. وانت عاجبك الوحدة اللي انت فيها، وانت عاجبك اللي انت فيه. ودماغي لانت ووافقت، لكن كان ليهم شروط قوية جدا وما عرفش وافقت ازاي. الجواز هيبقى عرفي عشان المأذون ما يبلغش زوجته والبيت يتخرب وتعمل لك فضايح، مش مشكلة. الجواز هيبقى سري الى حد ما كفاية احنا عارفين، مش مشكلة. ايه اللي انا بعمله في نفسي؟ وفقت ومعرفش ازاي بسرعة
الجوازة تانية. طب العيشة هتبقى ازاي؟ ما هو لو جالي هنا الناس كلها هتعرف. لا يا حبيبتي، احنا هنستضيفك انت وهو، هنعمل لكم شقة صغيرة ببيتنا كده عاملينها للضيوف، هتبقى بتاعتكم، تيجوا تقضوا فيها 3-4 ايام كل اسبوع، تعتبريها شقتك. الجوازة الغريبة دي وازاي اوافق على كده؟ لكن اللي حصل وافقت ورحت وقعدت كام شهر، ومعاملة اهله كويسة جدا 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 وبيحبوني قوي. وفجأة حصل اللي محدش يتوقع، انا حامل ازاي؟ مش انتي ما بتخلفيش؟ لا حامل. اتقلبت كل الوشوش، لا ده احنا جايبينك لمتعته. كان على الخلفة، هو عنده اللي بتخلف. طب حلها ايه؟ قدامك اختيارين، يا الطلاق وتنفصلوا لو عايزة تحتفظي بالجنين، بس في الحالة دي مش هيعترف بيه، يا اما تنزليه وكملوا مع بعض. انزل مين؟ ده انا مستنياه بقالي سنين، ده انا داخله على 27 سنه. انتوا عارفين يعني ايه 16 سنه اتجوز وخلف وانا عندي 27 سنه؟ 11 سنه مستنياه. لا هي دي شروطنا. اكلم والده اللي كان بيتحايل عليا، اكلم والدته، اكلم اخته، اكلمه هو، كلهم مصرين على نفس الموقف. قعدت في وسطهم وقلت لهم انا مش هنزله. راح مطلع ورقة الجواز العرف من جيبه وقطعها وقال لي دوري بقى على اللي يعترف بجوازك او بابنك او بنتك الا بطني. وسبت لهم البيت ومشيت ورجعت بيت ابوي وعرفت اخواتي. اختي الصغيرة احتضنتني وطبطبت عليا وقالت لي ان شاء الله ليها حل، والكبيرة لطشتني وقالت لي ضيعتي نفسك، يمكن من حقها. المهم دلوقتي انا هعمل ايه؟ الورقة العرفي قطعها ورحت للمحامي اللي كاتبها، طلع ندل وقال لي ولا اعرف حاجة عن حاجة، وان طلبت شهادتي ما اعرفش حاجة. طوعيهم ونزل الجنين، مش عايزة اغضب ربنا ولا انزل الطفل اللي نفسي فيه. اللي عنده حل يقول لي عليه. هعمل ايه؟ هجيب طفل ابوه رافض ينسبه ليه؟ ولا هجري في المحاكم وافضح نفسي؟ ولا الناس هتشوفني وانا بطن عالية ويقولوا عليا ايه؟ انا عارفة ان غلطت في طريق جوازي، لكن انا اتجوزت ما عملتش الحرام. لو حد اذا عجبتك قصتنا اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس توصلك حكايتنا.